السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم شبل تك. فكرة الفيديو ده مختلفة شوية عن الفيديوهات اللي فاتت كلها، وهي عبارة عن إن إحنا أحاول أحفز أصدقائي إنهم يشاركوني الشغف بتاع التكنولوجيا أو حب التكنولوجيا، وده من خلال أسئلة بحطها أنا من فيديوهاتي. الفيديوهات دي أنا بحددها للي هيبقى معايا قبل الفيديو. طبعا الفيديوهات ده بتتعرض قدامكم دلوقتي، وطبعا لو صديقي اللي معايا ده جاوب على 5 أسئلة صح من ال6 ليه جايزة. ونبدأ فقرة الأسئلة لكن بعد الانترو. طبعا برحب بصديقي محمود العشماوي، يعني لما جه النهارده في استضافته النهارده للفيديو. والله الدنيا نورت يا حبيبي والله. حبيبي والله نور بالناس. نور والله. طبعا يا محمود انت عارف شروط الأسئلة والفيديوهات اللي هنجيب منها الأسئلة. نبدأ بالموضوع ولا ايه؟ ماشي، نبدأ بالموضوع. يلا حبيبي. بسم الله ونبدأ الأسئلة. والسؤال الأول برنامج Colorize Image تمام. ايه وظيفته؟ برنامج Colorize Image ده برنامج بيلون الصورة الأبيض وأسود عن طريق الذكاء الاصطناعي AI. وكده أول سؤال محمود جاوب عليه. الله عليك. السؤال الثاني، مسجد البراق تسمى كده ليه؟ سمي المسجد بالاسم ده على اسم الدابة اللي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الله ينور. السؤال الثاني كده تجاوب صح، نروح للسؤال الثالث. والسؤال الثالث بيقول معانا ايه هو ال NFC؟ دي عبارة عن وسيلة اتصال بين الأجهزة، ممكن تنقل بيانات وكده، وبرضه لها استخدام تاني اللي هو بتدفع من خلالها، لكن بشرط ان يكون المكنة دي بتدعم اصلا NFC ده. الله ينور، الإجابة صحيحة. نروح للسؤال الرابع واللي بيقول تطبيق مي كنترول سنتر كان بيخلي النوتيفيكيشن بار او شريط الاشعارات اللي فوق ده بيبقى عامل زي شركة ايه؟ بتاع شركة مين؟ شاومي. كان اصدار ايه في السوفت وير بتاع شاومي؟ MIUI 12 اللي هو اصلا كان شبه بتاع مين؟ ابل. الله ينور. السؤال الرابع تجاوب اجابة صحيحة. كده 4 أسئلة جاوبت صح، لسه سؤالين ودول الفرق. ونروح للسؤال الخامس واللي بيقول ايه الربط اللي ما بين برنامج اكسس دوتس وبرنامج كان في فيديو قبله؟ كانت في حاجة كده مشتركة ما بينهم، او مش كان لما ده تشتغل يحصل حاجة لده؟ اللي بعده ماشي، مش عارف. نروح للسؤال اللي بعده والسؤال السادس والأخير. في برنامج انكوجنيتو انكريبت ازاي بنشفر كلمة معينة؟ لا مش عارف. خلاص يا جدعان. خلاص، هو كده يبقى في سؤالين ما تجاوبوش، وللأسف لم يربح معنا الكابتن محمود بالهدية. وبكده انتهت فقرة الأسئلة، وحبينا نكون في فقرة في الآخر كده تكون فيها حكمة أو حياة تفيدنا في حياتنا عموما، بره التكنولوجيا بره الدنيا دي كلها. فحبينا كده نتشرف محمود يقول لنا حكمة. أقول لكم الحاجة. صلى الله عليه وسلم. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. دي رسالة اللي هو إزاي تمسك شهوتك في الحياة، عشان انت الدنيا طبعا دلوقتي كلها حاجات غلط في غلط. وتأكيدا لكلام محمود ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال لو انت ضمنت في معنى الحديث، يعني لو انت ضمنت ان شفتيك بقك كلامك وضمنت ما بين رجليك اللي هو فرجك ضمنت لك الجنة. الرسول بيقول لك كده ان لو انت مسكت كلامك وبقك وعرفت انت بتقول ايه ومسكت فرجك عن الشهوات والحاجات دي، طب كده انا ضامن لك الجنه. والرسول اللي بيقول لك كده تصدق ان ده اكتر عدوم بيعملوا ذنوب. فاهم. وكده نكون نهينا الفيديو، ودي نهايه الفيديو خلاص. ونحب نشكر محمود عبد العاطي على استضافته النهارده. والله العظيم والله العظيم يا ابني ربنا يكرمك. ونحب ننهي الفيديو بسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.